قافلة الهدى الدعوية. استدعيت يوم الأربعاء يمكن الساعة 1:30 أن أراه في اتصل بي استشاري القلب وقال لي أن عندي مريض وأنا أسوي له قسطرة توقف قلبه. جيته وجدتهم يدلكون قلبه وأن قلبه متوقف وأنه على أدوية عظيمة وأنه يعني تعبان مرة. فنظرت له آخذه ما أدري ليش، قلت يمكن يحيا له يوم يومين 3 4 5 أسبوع 10 أيام فيسبح فيها فأكون يأتيني من أجر من بعض أجره ولعله يحيا فكأني أحييت من في الأرض جميعا. المهم أخذته وهو حالته يرثى لها. حطينا على الجهاز، بدينا العملية. جلست معه ليلة الخميس الإنعاش والخميس وليلة الجمعة وحالته جدا حرجة. بدأ من يوم الجمعة يتحسن شوي شوي، السبت أحسن، الأحد أحسن، الاثنين أحسن، وحنا مخدرينه تماما ولا يحرك ساكنا. يوم الثلاثاء الصبح جيت قلت شيلوا عنه الأجهزة كلها الحمد لله طيب. فذهبت للعمليات أعمل عمليتي الأولى ثم رجعت بمريضي الأول. كانت الساعة 2:10 كأني أراها الآن، لأنه كرسيه كان قدام ساعة. جيت لقيت الأخ اللي يريد أن أخصائي أو فني التنفس الصناعي يريد أن ينزع عنه أجهزة التنفس، فوقفت بجانبه على يساره والفني على يمينه. نزع التنفس، انتظرت 10 دقائق لأن هدأ حاله وقلت له يا خال. قال نعم. قلت عليك 7 أيام قضى ما صليتها. قال يا ولدي ما علي شيء. قلت يا خال أنت مخدر تخدير تام، ما تحرك شيء. قال يا ولدي ما علي شيء، مو باليوم الثلاثاء الظهر. أنا فوجئت، من اللي قال له الثلاثاء الظهر؟ قلت له الثلاثاء الظهر. قال ما علي ولا فرض كلها مصليها. قلت يا خال أنت مخدر. قال يا ولدي أنا قلت لك اليوم هو بالثلاثاء الظهر. قلت له. قال وأنا مسوي العملية هالأربعاء. قلت له. قال ما علي شيء مصليهن كلهن. وأنا قاعد أجادل معه إذا بالفني التنفس دموع امتلأت عيناه ويبكي. فعلمت أن في الأمر أمر. قلت له خلاص يا خال الله يمتعك بطاعة. تركته. كلمت هذا الأخ قلت له ليش تبكي؟ قال يا دكتور هذه شيء عجيب. قلت ليش؟ قال أنا ناوبت معه الأسبوع هذا جزء منه بالليل وجزء منه بالنهار. كل ما آتي كل ما على وقت الأذان بالضبط إذا به يفتح عيونه ويتحرك ويتمتم ثم ينام. فأنا ظنيته زي أي واحد يخف عليه البنج ولا شيء. لكن لما أنت قلت لي بعدين قاعد أتذكر وجدت أن هذا مرتبط مع الأذان. يؤذن المؤذن يصحى الرجال هذا، يؤذن المؤذن يصحى الرجال هذا، يؤذن المؤذن يصحى الرجال هذا. هذا الرجال. فسكت. قلت للممرض إذا جو عياله بالليل
خلاهم ينتظرون لين أخلص عمليتي الثانية. بعد ما خلصت عمليتي الثانية جيتهم قلت لهم أبوكم هذا صار من كذا وكذا وشو عليه؟ قالوا منذ أن عرفناه وله مكان واحد في المسجد على يمين المؤذن ما غيره إلا النادر، والنادر لا حكم له. أبونا هذا يختم في 3، أبونا هذا لا يعرف الغيبة ولا النميمة ولا الكذب، في ذكر دائم.